ازيكم عاملين ايه؟ انا هدى من قناة وصفات هدى. النهاردة هشارك معاكم ان شاء الله طاسة بيض سريعة كده، تنفع اول الفطار، فطار يوم الجمعة الجميل كده واحنا متجمعين، تبقى طبق كده موجود ضمن السفرة، او تنفع لجوع اخر الليل. طريقة بيض كده سريعة قوي ولذيذة. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي سبسكرايب، ويلا على طول نبدأ مع بعض. اول حاجة هنحتاجها هو البيض. هنحتاج 3 بيضات، احنا هنعمل طاسة حجم متوسط، ف3 بيضات هيكون عدد كويس. لو هنستخدم طاسة كبيرة شوية نستخدم عدد اكبر. وهحط عليهم توابل، رشة زعتر وربع معلقة صغيرة فلفل اسود وربع معلقة صغيرة من الملح. ما نستخدمش ملح كتير عشان هنستخدم بسطرمة وهي اوريدي فيها نسبة ملح. وبعدين هضرب البيض كده كويس لحد ما يختلط مع بعض كده كويس. وبعدين هحط الزيتون، هو الزيتون اختياري بس يعني بحس انه بيليق قوي مع البسطرمة، او ممكن نستخدم فلفل الوان، طماطم، براحتنا خالص. واحط بسطرمة، دي بسطرمة نية يعني هي تستوي مع البيض. ممكن كمان نستخدم مشروم بيبقى حلو قوي في الاومليت ده. وكمان هنحتاج جبنة، بس الجبنة مش هنحطها دلوقتي، هنحطها على الوش بتاع الاومليت لما يستوي. وبعدين نيجي بقى للتسوية اللي هي اهم حاجة. هنحط الطاسة على اهدى نار عندنا في البوتاجاز، ونحط فيها مسحة سمنة بسيطة. وبعدين نحط البيض بتاعنا، نخلي النار الهادية خالص دي كمان هادية كمان قوي. واهم حاجة الطاسة بتاعتنا يكون ليها غطا، علشان البيض من فوق يستوي بنفس المقدار من تحت. لو ما عندناش غطا ممكن نغطي الطاسة بتاعتنا بورقة ألمونيوم. ده كده انا غطيتها، كان بعد دقيقتين البيض استوى من فوق ومن تحت بنفس الكمية. خلاص طفيت النار علشان ما يتحرقش معايا من تحت. وابدا احط الجبنه الموتزاريلا بتاعتي وهغطي الطاسه تاني. الجبنه هتسيح بدرجه حراره البيض نفسه. وكده خلاص كانت الجبنه ساحت. لو حطينا الطاسه على درجه حراره عاليه البيض هيتحرق من تحت ومن فوق مش هيستوي. احنا عايزين النار تكون هاديه خالص، ونغطي الوش كمان على اساس ان هو يستوي من تحت ومن فوق بنفس المقدار. واحنا ممكن في الوصفة دي نبدل ونستخدم اي اضافات احنا حابينها، يعني اللي بيحب حاجة ممكن يحطها في الاومليت ده عادي جدا. وبعدين حطيتها خلاص في طبق التقديم. طعمها لذيذ جدا جدا، من الوصفات بتاعة البيض اللي انا بحبها قوي. بحبها كده في فطار يوم الجمعة او لو جوع اخر الليل بتبقى لذيذة. لو عجبتكم الوصفة، هي وصفة سهلة وسريعة كده النهاردة، قلت افصل معاكم بحاجة خفيفة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، وهستنى رأيكم تحت في الكومنتس. وهسيب لكم في الديسكريبشن كل الوصفات اللي انا عملتها بتاعة الفطار. واشوفكم على خير قريب. يلا مع السلامة.